وتدور تفتح القرآن الكريم مشان تجدد نيتك، تجد قوله تعالى في سورة النجم: وأن إلى ربك المنتهى. فعندما تبدأ بترتيب عقلك ونيتك على هذا الأساس وعلى هذه الآية وأن إلى ربك المنتهى، تتغير الصورة في عقلك تماما، ويبدأ الصراط المستقيم بالظهور من أول وجديد. من أول وجديد بتلاقي البوصلة بلشت تتوجه صح مرة تاني. بعد ما أضعت من زمان تلاقي حالك بلشت تشوف طريق الصحيح. أي نعم، ما جبت العلامة الحلوة، ولكن قدر الله تعالى بهذا القدر الذي قرأته أنه شر خيرا لم أكن أتوقعه. كنت عم أمشي بهالطريق، فجأة رب العالمين خلاني انعطف لقدر آخر تماما ما كنت شايفه. بتلاقي إنه هاي العثرة لازمة، وأنا ما كان لازم فوت مثلا جيب العلامة التامة وفوت طب، لأني بخاف من الدم وبرتعب وما بتحمل إني أعمل عمليات. فبالتالي لما بتخرج دكتور بلاقي حالي مثل أي طبيب معلق شهادته طبيب قدام العالم، ولكن أنا قدام حالي بكون مخذول، لأنه العالم تنبسط فينا وتقول يوم يومين وثلاثة وأربعة وسنة وسنتين وخمسة وعشر سنين بتقول إنه هذا دكتور، ولكن هذا الشخص قدام حاله بحس إنه ما عم ينجز شيء، ما أنجز غير الصورة اللي ظهرت قدام الناس. وكم في دكاترة أحسن مني. فالعثرة اللي عرضني إلى رب العالمين هو توجيه إلى قدر أفضل مما أراه بكثير. عندما كنت أدعو وأقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، صلاح شأنك بهذه العثرة. لذلك من تمام الإيمان بالقدر خيره وشره. عندما سأل سيدنا جبريل سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم